السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. برحب بالناس اللي دخلت قناتي، تشرفني وتنورني. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا يا بنات، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. وكمان ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم والكومنتات اللي دايما بتساعدني وتشجعني عشان اعمل لكم فيديوهات جديدة. بصوا بقى الحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها النهاردة دي أكلة مصرية أصيلة. النهاردة ايه؟ هنعمل عدس وجنبيه بتنجان كده مخلل بطريقة جميلة برضو وسهلة خالص، ونوفر في الزيت من غير زيت ولا أي حاجة. تعالوا بقى نشوف الطريقة الجميلة. يلا بينا. أول حاجة كده معانا حلة على النار هنغسل فيها العدس، ربع كيلو عدس أو كمية اللي انتي بتحبي ان انتي بتجيبيها. أنا عن نفسي بجيب ربع كيلو على طول، ربع كيلو عدس. وبعد كده هقطع فيها طماطم، كمية طماطم بقى زي ما انتي عايزة. انا قطعت حوالي نص كيلو طماطم، حوالي نص كيلو تقريبا. تمام، نص كيلو طماطم ومعاه بصل، 3 بصلات، ومعاه بطاطسيتين كده مقطعتهم مكعبات، وبرده كام جزرة كده، حوالي ربع كيلو جزر برضو قطعته. وهنحطهم على بعض ونديهم تشويحة كده، ومعاهم معلقة ملح ومعلقة فلفل ومعلقة كمون. وبننزل على كل ده بنشوحه بس تشويحة صغيرة كده، وبننزل عليهم بكمية مية سخنة حلوة. تمام، نزلنا بيهم وهنسيبهم يغلوا على النار لحد بقى ما العدس ده يستوي خالص، يبقى حاجة كده. البطاطس يعني انا بحط بطاطس ليه؟ بحط البطاطس عشان تخلي الشوربة بتاعت العدس كريمي كده، مش شوربة مش مية، لا بتديها صوص، بتديها تقل شوية كده البطاطساية. وطبعا ده كله قيمة غذائية، البطاطس نشويات طبعا، والجزر فيتامين سي، كل حاجة هنا ليها مقصود انها تتحط يعني. تمام حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجديدة. سمعتوا طبعا الكارثة بتاعت الGHB. رب يا رب، ربنا يسترها على بناتنا يا رب. ده طبعا مخدر، اسمه مخدر اغتصاب البنات يا جماعة. والله بصوا، انا اول مرة اعرف اصلا الاعلامية اللي هم بيقولوا عليها مشهورة دي اسمها داليا فؤاد. تمام، اول مرة اسمع عنها اصلا، واول مرة اسمع انها مشهورة. سمعت انها كانت بلوجر وبعد كده بقت اعلامية على قناة القاهرة والناس. بس منها لله هي واللي زيها. المهم الإعلامية ديت اتقفشت ب180 لتر من المخدر اللي هو اسمه GHB، اللي هو بيقولوا عليه مخدر اغتصاب البنات. على فكرة أنا ما بصدقش في الإشاعات خالص والله يا بنات، بس لما اتقفشت المذيعة ديت ومعاها الكمية الكبيرة أوي من المخدر ده، قلت انه اكيد خبر صح يعني، لانها اتمسكت وجابوا اعلاناتها في السوشيال ميديا بحالها وعلى التلفزيون، بهدلوا الدنيا يعني، بهدلت الدنيا. منها لله اللي بتبيع البلاد وشرف البنات دي، منها لله بعد ده كله عشان الفلوس. عشان الفلوس، لان المخدر ده طبعا اتمنع اصلا من الطب اصلا خالص. المخدر ده كانوا بيستخدموه في العمليات الجراحية وكده، بس مدى خطورته منعوه. تمام، المخدر ده بيهبب بقى البنت، بيهبب لو البنت خدت منه نقطتين بس على كوباية مية او كوباية عصير، بتتحول يعني مش هقولك جثة هامدة، كائن صاحي بس سايلنت، لا يسمع لا يرى لا يتكلم، بدون رد فعل، ولا بتصد ولا بترد زي ما بيقولوا. المخدر ده يا جماعة بيخلي البنت فاقدة الوعي لمدة 48 ساعة. طب هي فاقدة الوعي بس؟ لا، ده كمان بيخليها فاقدة الذاكرة. 48 ساعة دول مش بيتمسحوا من الذاكرة تماما، يعني اللي هيحصل وهي ما تعرفش مين اللي عمل كده او ايه اللي حصل، او
ده كله غير انه كمان ما بيبانش في التحاليل، بعد 48 ساعة ما بيبانش في التحاليل، هي ما بتعرفش ايه اللي حصل فيها اصلا، ولا مين اللي عمل كده، ولا اتعمل كده ازاي. 48 ساعة اتمسحوا تماما من الذاكرة. ده نقطتين بس، نقطتين كده عملوا في شرف بنتي كده. الأستاذة داليا بقى اتقفشت بقد ايه؟ مش بقولك اتقفشت بكام نقطة، لأ، اتقفشت بقد ايه؟ اتقفشت ب180 لتر، 180 لتر، كل لتر ب800 ألف جنيه. يعني الحسبة كلها كده باعت شرف بنات بلدها بكام؟ 145 مليون جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خلوا بالكم من بناتكم، خلوا بالكم من بناتكم يا جماعة. ما تشربش في حاجة من بره، وما تاكلش حاجة من بره. المخدر ده ملوش طعم وملوش لون وملوش ريحة. يعني لو اتحط على العصير مش هتحسي بيه، مش هتحسي ان طعم العصير اتغير، مش هتحسي ان المية متغيرة. ملوش طعم، ملوش ريحة، ملوش اي حاجة. هتحطي نقطتين على العصير او نقطتين على اكل او مية او اي حاجة وهتاكلهم البنت 48 ساعة هيتمسحوا من حياتها، ولا هي هتعرف ايه اللي حصل فيها ولا ايه اللي حصل. فاسمعي، يا ريت نصيحة بقى للبنات، يا ريت تسمعي كلام مامتك. مامتك اكتر واحدة هتخاف عليكي. لو قالت لك ما فيش رحلات قولي لها حاضر يا ماما، اقعدي جنبها، اقعدي جنبها، ما تروحيش في اي حتة. لو هتقفي ان انتي ما تروحيش في اي حتة وتتحبسي في البيت، اتحبسي في البيت. خلوا بالكم من بناتكم يا جماعة. نرجع بقى للعدس بتاعنا. كده العدس كان استوى، والبتنجان انا بعمل البتنجان مسلوق يا جماعة، مش بقليه. منها بقى انا بوفر الزيت، ومنها البتنجان يبقى خفيف وايه، خفيف على المعدة طبعا. يبقى احنا عملنا ايه، انا طفيت على العدس سبته يتهوى شوية على ما ابدأ احمر الشعرية. واول ما تاخد اللون الدهبي ده، يعني تبقى قريبة من لون العدس، بحط عليها العدس. دلوقتي العدس برد، فانا هضربه في الخلاط. لو عندك الهاند بلندر هتضربيه فيه عادي. تمام. تضربي حبة حبة وتفضيهم في طبق كده عشان ما تبقاش تقيلة على الخلاط برضو وهو لسه دافي. تمام. معلش بقى رحمة زعجانة شوية. ربنا يخلي عيالنا وعيال المسلمين اجمعين. دلوقتي احنا قلنا لو عندك هاند بلندر هتضربيه في نفس الحلة، مش هتحتاجي توسخي مواعين او اي حاجة. تمام. اما لو ما عندكيش بقى بتضربي في الخلاط كده حبة حبة وتنقليهم في طبق او في حلة كبيرة، او تحطي على الشعرية على طول لو كانت الشعرية احمرت عندك. تمام. انا كده ده بضرب العدس والبتنجان على النار، والشعرية بحمرها على النار. تمام. كل حاجة على النار جاهزة. الشعرية احمرت، بصوا اللون ده، يا ريت توصلوا اللون ده، ولا اغمق ولا افتح. اللون ده حلو اوي، بيبقى قريب من لون العدس، ما بيبقى الشعرية ما بتبقاش باينة في العدس. تمام. عندكم مطرة زينا ولا ما عندكوش؟ احنا عندنا مطرة، الجو مطر النهاردة الصبح. كويس ان انا لميت الغسيل بالليل. كنت عمالة اشاور عليه اقوم المه ولا اسيبه برضه ياخد بكرة، لا قلت اما اقوم المه، خفت الجو يمطر. تمام. كده انا خلصت كمية العدس كلها، خلصت العدس. دلوقتي هقوم اشوف البتنجان استوى ولا ايه. انا قلت لكم ان ايدي وجعتني من دق التوم، فجبت مروان اهو يدقه جنبي، مروان. تمام. دلوقتي اعرف ازاي ان البتنجان استوى؟ اشيل الطبق ده واطلع واحدة كده في قلب الطبق، وبالشوكة كده في قلب الرز بتاعة البتنجانة. لو دخلت الشوكة بسهولة يبقى كده البتنجان معاك استوى. لو ما دخلتش لا، يبقى لسه ما استواش، عايز حبة كمان. تمام. ما بياخدش اقل من 10 دقايق، يعني ما بياخدش كتير. تمام. كده البتنجان بتاعي استوى. هطلعه بالكبشة، هطلعه صفيه من المية كويس. تمام. طبعا البتنجان على طول بقى عايز يتحشي بقى الخلطة بتاعته. شطة حمراء او شطة اللي هي الحامية دي، قرن فلفل حامي، والثوم، كام فص ثوم بس ما كترش الثوم، يعني خليها حاجة بسيطة ثوم يعني. وكمان بقى ليمون ومعلقة خل صغيرة خالص. تمام. البتنجانة البيضة دي كانت باقية من المحشي بتاع يوم الجمعة، كانت واقعة مني وما كنتش واخدة بالي منها، فجيت حطاها معاها. تمام. مش هتخسر، مش هتقول لا يعني، بتنجان زي اي بتنجان. تمام. كده انا خلصت اهوت البتاع، بحسب في واحده وقع ولا حاجه، ما لقيتش حاجه. تمام. فانا خلصت كده، طلعت البتنجان، هبدا بقى احشي. بصوا الخلطه، بصوا حاجه كده ما شاء الله عليها. تمام. هبدا بقى اعصر عليها كام ليمونه، يعني كتر ما تكتري الليمون فيه بيبقى طعمه حلو. تمام. من الليمون والملح.
الخل مش مشكلة خل، لكن الليمون والملح دول اساس البتنجان. تمام. والله بسم الله ما شاء الله طالع ايه، قلبه ابيض زي الفل، قلبه ابيض زي الفل والله. هوريهولكوا دلوقتي هيبقوا تشوفوا قلبه ابيض زي الفل. انا حاطه بقى العلبه اللي هي الخضرا دي، انا بعمل كميه كبيره، كيلو او كيلو وربع. انا جايبه كيلو وربع النهارده، جايبه كيلو وربع ب5. تمام. عشان كبير شويه يعني، هو ب8 دلوقتي، اللي هو الايه اللي على الفرش الكبير العادي الصغير ب8، لكن الكبير شويه ده بكيلو وربع ب5. تمام. هي كانت بتقولي ب5 وانا قلت لها كيلو وربع يعني، تاني منفصل كده عشان ايه، نجيب الحاجة بسعر حلو يعني. تمام. فبجيب كمية بحالها واجي احطها بقى في العلبة ديت، واخد منها على قد ايه الاكلة بتاعتنا، على قد استعمالنا، بتبقى جنب الفطار حاجة كده ولا في الخيال، جنب طعمية وفول. تمام. بتبقى طعمها جميل اوي. والبتنجان طبعا جنب اي حاجة، جنب فاصوليا بقى بيضة، جنب عدس، جنب بصارة. الاكلات الشعبية الجميلة بتاعتنا زمان ديت جميلة جدا، واكلات مشبعة وجميلة. دلوقتي بقى انا خلصت اهوت خلصت عصر الليمون، وهبدأ بقى افتح واحدة واحدة واحط فيها الخلطة دي. طبعا احنا حاطين على الخلطة ملح، وحاطين على البتنجان وهو بيستوي ملح. تمام. فايه يعني هيبقى حلو يعني، مش هيبقى ايه عادي ولا حاجة. تمام. فانا هبدأ بقى اقلب الخلطة ديت، وبعدين اخد بتنجانية بتنجانية في الطبق ده وافتحها. اوريكم دلوقتي قلبه هيبقى قشطة قشطة ما شاء الله. عشان كنت بشوف بتنجان كده بيبقى قلبه اسود، لا لا لا، ده بصوا الوصفة دي الطبق ده بيخليه غطسان كله في المية، فما فيش حتة تبقى استوت لما الحتة اللي ما استوتش هتسود منك. لا ده بيبقى بصي كله جوه تحت المية، بيبقى قلبه ما شاء الله. بصوا اللون الورد اللي فيه ده جميل اوي ما شاء الله. بصوا جميل ما شاء الله، قلبه جميل ما شاء الله. دلوقتي هبدأ بقى بالمعلقة او بالشوكة كده اخد حبة من الخلطة واحطهم جوه البتنجان، ولا اكتر ولا اقل. بتنجان مخلل طعم وبصوا حاجة كده ولا في الخيال، خفيف عن المعدة، ما يعملش حموضة، وموفر في الزيت، ما حطلوش ولا نقطة زيت. تمام. حاجة كده موفرة جدا، وبتتاكل بقى جنب جنب اي اكل والله يا جماعة، هيبقى الطعم تحفة. بصوا الجمال، بصوا الجمال. ربينا يتاكل حاف والله، لو مش مشطشط كنت كلته حاف. دلوقتي بقى اوريهولكوا بعد ما خلصت الكمية كلها، خلصت الكمية كلها عملت في الطبق اهو، ده اللي احنا هناكله جنب العدس النهاردة. تمام. واللي في العلبة ده بشيله في التلاجة، اي اكل بحطه جنبها بيأكل حاجة كده، بتبقى مشطشطة وطعمها حلو، احلى من المخلل الصراحة، احلى من المخلل وارخص من المخلل. العلبة كلها اهيت. بصوا كمية ملت العلبة عندي، كيلو وربع ملا الكمية العلبة عندي. جميل حاجة كده والله ما شاء الله عليها. ولا كده بقى انا خلصت البتنجان وكمان العدس استوى، فاضل بقى ايه تقديم يا معلم. نقدم بقى الطبق نغرف ونقدم ونأكل عيالنا ونشبعهم في البرد ده والمطرة دي. احلى اكلة طبعا هي العدس يا اما المحشي، واحنا لسه عاملين المحشي طبعا، فقلت ايه ادفيهم بايه بالعدس. طبعا الشتا ده بيقولوا عليه جاي قارس قوي، فايه اهم حاجة ندفي عيالنا ان نعمل الاكلات اللي هي فيها سعرات حرارية حلوة كتيرة عشان تدفي الاولاد. تمام. ادي العدس اهو خرفته في طبقين، بصوا ما شاء الله. بقول لكم عايز يتاكل اكل والله العظيم. بصوا ما شاء الله اهو. بصوا العدس لسه ببخار بتاعه حاجه تدفي كده بصوا من غير ما ناكل اتدفيت، انا اتدفيت والله. انا اتدفيت والله. دلوقتي كده دي البدنجان اهو بوريهولكوا تاني. تمام. حاجه كده ما شاء الله عليها والله. بصوا يا جماعه أكلة مشبعة وموفرة، وكل يعني المواصفات فيها مغذية. الأولاد كمان بيحبوها، مفيش العدس ده مفيش حد بيختلف عليه يعني. أكتر ناس بتحبه الأطفال، لأن انتي كنتي أصلا بتدولهم وهم رضع كده، أول أكلة يعتبر هياكلوها الأطفال بعد الزبادي والحاجات دي العدس. حاجة كده جميلة والله ما شاء الله عليها. يعني الواحد مش بيتكلم عن أي حاجة،
لو وصلت لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. اتمنى ان انا اكون افدتكم واكون خفيفة على قلوبكم يا رب العالمين، واتمنى تسمعوا فيديوهاتي وتشجعوني وتدعموني عشان انزل فيديوهات جديدة تانية. بقى انصحكم تاني يا جماعة، خلوا بالكم من بناتكم، ربنا يحفظ بناتنا وبنات المسلمين اجمعين، وخلوا بالكم منهم، ما يشربوش حاجة من بره، ما ياكلوش حاجة من بره، ربنا يحفظهم اجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.